تأملات قرآنية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. سلسلة رمضانية من إعداد وتقديم دكتور عويس النجار، إخراج أبو بكر سهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في حق يوسف عليه السلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال في حق موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فنجد أن الله تعالى أضاف كلمة واستوى في حق موسى عليه السلام ولم يضفها في حق يوسف عليه السلام. نعم، المناسب أن يذكر واستوى في قصة موسى عليه السلام لأنها تدل على القوة، أي أن قصة موسى عليه السلام تدل على القوة. ونلاحظ أن السياق الذي أتت فيه واستوى هو في موطن القوة البدنية، ويدلل على ذلك قوله تعالى: فوكزه موسى فقضى عليه، وقوله على لسان ابنة شعيب عليه السلام: قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وكذلك رفعه للصخرة التي لا يستطيع رفعها إلا 10 من الرجال. ودلائل قوة موسى عليه السلام كثيرة ومتعددة، فالفيصل في تحديد معنى الكلمة يأتي من خلال سياقها ومناسبتها. ففي قصة موسى عليه السلام كان الأمر الواضح والعنصر المحرك هو القوة البدنية. أما في قصة يوسف عليه السلام فكان السياق مختلف، وفتنته كانت في جماله وليست في قوته، لذلك لم ترد كلمة واستوى في حق يوسف عليه السلام. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغدا يتجدد اللقاء مع حلقة جديدة من تأملات قرآنية، ونترككم في رعاية الله وحفظه، مع تحيات رضا عبد السلام.